ازيكم يا امارات يا عسلات، وحشتوني كتير كتير. خلاص بقى بعد ما خلصنا الزلابية والقطايف والبط والمحاشي وخلصنا كمان كحك العيد والبسكوت والبيتي فور واللازم منه. عايزين بقى دلوقتي ندلع نفسنا شوية ونشوف نفسنا شوية بصراحة، وكمان نشوف ايدينا اللي قشفت بصراحة طول شهر رمضان من غسيل المواعين وكده، والاسترس الفظيع اللي كان علينا كستات بيوت. بصي بقى يروح قلبي، بصي يا ست الكل، عايزه اقولك ارمي المقشه والمساحه من ايدك شويه دقايق بس. عايزه اقولك كمان يا حبيبه قلبي، انت اللي لابسه شراب جوزك اللي فرده وفرده انا شايفاكي على فكره. قومي اعملي تنت كده في رجليكي علشان شكلها يكون احلى. التنت ده طبعا يا جماعه احنا بنعمله في البيت، يعني مش للخروج بصراحه، انا مش بحب اخرج بيه، هو في البيت بس بيبقى شكله حلو ولذيذ جدا. وانت كمان يا ست الكل اللي نكشه شعرك وبتجري ورا الولاد قومي يا ستي هاتي توكه ولمي شعرك كده، هاتي صبغه وغيري لون شعرك، صدقيني الكلام ده يفرق معاكي كتير قوي. واعملي بقى نيو لوك كده جديد قبل العيد عشان تكوني عسولة وأمراية، خليكي جذابة. كل ده هيفرق في حالتك النفسية، طبعا هيفرق في حالتك النفسية. انا شخصيا طبعا شفت يعني شوية الميك اب او المكياج بتاعنا اللي ناقص وكملته. انا طبعا يعني ما جبتش كتير، جبت بس اللي ناقص مني. زي ما انتوا شايفين كده معايا، هي حاجات ما بين الماسكارا وكريم مرطب وكمان الكحل والكونسيلر والليب جلوس وكمان بلاشر. الحاجات دي كلها بتبقى حلوة جدا. زي ما انت شايفة الماسكارا دي حلوة قوي، انا عندي كذا نوع الحقيقة، بس حبيت اجيب واحدة جديدة يعني. زي ما انتوا شايفين كده، احنا طبعا دلوقتي بقى خلصنا التنظيف بتاع العيد، هو كان تنظيف عميق بصراحة. كمان بقى طالعين من رمضان والمجهود الفظيع اللي كلنا بذلناه طول الشهر. يلا بقى كل سنة وانتوا طيبين. زي ما قلتلك اعملي نيو لوك جديد علشان تكوني امرايه وعسوله في العيد وشكلك حلوة قوي. انا عايزه اقولك بعد ما اخلص الفيديو ده هدخل عايزه بقى ارص الشياله كده ونشوف الكحك والبسكوت بتاعنا. بس حبيت اقولك الاول واوريلك الحاجات اللي انا جبتها علشان طبعا تشوفي حاجتك الناقصه. وطبعا انا مش بلزمك باي حاجه، يعني اي حاجه اقتصاديه او اي ماركه او اي حاجه. انا طبعا ما قلتش ماركات ولا حاجه، حسب اللي انت بتستخدميه هاتي اقل. يعني هي دلوقتي بصراحه الاسعار اوفر جدا، انت فاهماني. شوفي بس ايه اللي ناقصك، ما انصحكيش يعني تجيبي ميك اب كتير او مكياج كتير، لا خالص. هاتي اللي ناقصك انت بس. شوفي العلبه بتاعت المكياج بتاعتك كده ناقصها ايه وكمليها، لان زي ما قلتلك الاسعار دلوقتي وحشه جدا بصراحه يعني. الطاق بقى 10 ليه؟ انا مش فاهمه الحقيقه. واهم حاجه يا جماعه برضو الصبغه، هات الصبغه واعمليها في البيت، صدقيني ده هيوفر معاكي كتير قوي. غير بقى لما تنزلي الكوافير وكده هتدفعي مبلغ وقدره، فانت ليه لا هاتيه في البيت. في صبغه اقتصاديه، في كذا نوع صبغه على فكره، انا كنت برضو مصوراه حلو قوي. يلا كل سنه وانتم طيبين، باي باي حبايبي.